أهلا بيكم يا ولاد. تعالوا قربوا كده. النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير بتعملها وهي مش عارفة قد إيه بتأذي ولادها: خناق الزوج والزوجة قدام الأطفال. البيت يا ولاد المفروض يكون أمان، الطفل يرجع له وهو مطمن وفرحان، لكن لما كل يوم يسمع صوت خناق وصريخ وزعل قلبه الصغير بيتعب. الولد ممكن يسكت لكن جواه خوف كبير، والبنت ممكن تضحك وهي من جواها مكسورة. العيال بتحفظ كل كلمة وكل نظرة غضب حتى لو ما بينوش. في طفل كان كل ما أبوه وأمه يتخانقوا يجري يستخبى تحت السرير، مش فاهم مين الصح ومين الغلط، بس كان خايف إن البيت يضيع. الطفل مش محتاج يشوف مشاكل الكبار. أول نصيحة يا ولاد: لو في زعل بين الزوجين يكون بعيد عن الولاد، اتكلموا بهدوء واقفلوا باب الأوضة، لكن ما تكسروش أمان الطفل. تاني نصيحة: ما تغلطوش في بعض قدام العيال، لأن الطفل لما يشوف أمه بتتهان أو أبوه بيتشتم صورته عن الأهل بتتهز. تالت نصيحة: بعد أي خلاف حاولوا يظهر قدام الولاد إن الأمور هديت. حضن، كلمة طيبة، ابتسامة، الحاجات الصغيرة دي بتطمن قلب الطفل. رابع نصيحة: افتكروا إن الولاد بيتعلموا منكم. لو شافوا احترام هيتعلموا الاحترام، ولو شافوا عصبية وخناق هيطلعوا بنفس الطريقة. البيت مش بالأكل والشرب بس يا ولاد، البيت الحقيقي هو راحة وأمان وحنية. وأجمل هدية ممكن الأب والأم يدوها لولادهم هي بيت هادي وقلب مطمن. لو الكلام لمس قلبكم ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، واشترك في قناة وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشير الفيديو لأصحابك عشان الكل يستفيد. واستنوني دايما مع حكاية جديدة وحكمة من كلام زمان، ودمتم في أمان الله.